فشل صفقة الجزائري عادل بولبينا، وممكن يكون في كلام في الصيف لكن رسمي بعد خروج رئيس نادي بردو الجزائري. صفقة عادل بولبينا فشلت، والزمالك ولجنة الكورة وأحمد حسام ميدو مش عارفين يعملوا إيه، لأن المعلومة اللي عندي ما كانش في بديل بنفس الجودة وبنفس الكفاءة. في الفيديو معايا المعلق الزملكاوي الصحفي البارز الأستاذ والكابتن المحترم علي الطيب، المعروف لمعظم جمهور نادي الزمالك يعني والزملكاويه في مصر وخارج مصر. طبعا انا مش عارف اجمع الكلام ومش عارف اتكلم، لان انا كزملكاوي قبل ما اكون صحفي كنت متعشم قوي ان انا اشوف عادل بولبينا في الزمالك، لان اللاعب ده لو كان جه كان هيخفف حده الانتقادات، هيريح جمهور الزمالك، هيهدي بال جمهور الزمالك، هيديهم امل وتفاؤل. تحليلك ايه للمشهد؟ والله يا علي، خليني اقول لك يا أستاذ علي ان للاسف من فشل لفشل. مم. يعني خلينا نقول ان جمهور نادي الزمالك كله كان منتظر هذه الصفقه زي ما انت ما بتقول. مش صفقه عادل بس، اكتر من صفقه كان محتاجها الزمالك لتدعيم قوامه. بتتكلم على انه الزمالك عنده مشكله الحقيقه في الجناح الايسر، عنده مشكله في الدفاع. الونش بعد 2 صليبي عودته، مش هو الونش، لسه محتاج وقت. بنشوف اصابه للمسلوسي، موجود فقط حسام عبد المجيد. الزمالك محتاج تدعيم، وحتى الان للاسف يمكن ما فيش الصفقات اللي نادي الزمالك ما قدرش يبرم صفقه او صفقتين يقدر يدخل يكمل بيهم الموسم، وانت بتنافس على بطوله الدوري وانت بتنافس على بطوله الكونفدراليه. الحقيقه جمهور الزمالك وعد من قبل الاداره اكتر من وعد، واحنا يمكن اتقال لنا لحد يوم 8 يا علي انتظروا لحد يوم 8 وهتشوفوا نادي الزمالك هيتعاقد مع لعيب واثنين هيكونوا واتقال لك من عضو مجلس اداره، واتقال لي من ناس مسؤوله في نادي الزمالك لحد يوم 8 هنتعاقد مع بعض اللعيبه المميزين. وبنوعد نادي جمهور الزمالك ان هيبقى فيه صفقات مهمه جدا. وللاسف مش عايز اقول لك، يمكن اداء مجلس الاداره بشكل عام، مع احترامي للكابتن حسين لبيب ومع احترامي لمجلس الاداره بالكامل، اداء مخيب للامال. طبعا مجلس الاداره سامحوني باع الوهم للجمهور. احنا كنا موجودين يا علي طبعا في انتخابات نادي الزمالك وغطيناها لحد الفجر لما مشينا من النادي، ومجلس الاداره وعدنا ان احنا هنشوف نادي الزمالك مختلف، هنشوف نادي الزمالك غير، بعد ما مجلس اداره مكون من ناس اسماء مهمه كلها، كل في مجاله، كل في مجاله. والحقيقه الناس المفروض انها ناجحه سواء في عملها الخاص او في شركاتها. فمش عارف هم ازاي ناجحين في عملهم الخاص وفي شركاتهم وكرجال اعمال وفاشلين في نادي الزمالك. طب منين كابتن حسين لبيب لما جه وقال لنا ان هو حاطط ايده على كل مشكله في نادي الزمالك، عارف كل الازمات اللي موجوده في نادي الزمالك، جاي وكل واحد هياخد الملف المسؤول عنه والمركب لو فيها خرم بالظبط يا علي. وعايز اقول لك ان احنا قلنا انه نادي الزمالك في ظرف سنه او سنتين هيبقى ريال مدريد. كابتن حسين لبيب قال حاسبوني بعد سنه، واحنا جينا بعد سنه عملنا كشف حساب، اداء ولا اسوأ لمجلس الاداره، اداء ضعيف جدا. هتقول لي ورثوا تركه ثقيله، انا معاك، ولكن انت عارف مش جديد عليك، عارف الديون اللي على نادي الزمالك، الديون مش هتدفع كلها مره واحده. في كلام مش حقيقي بيتقال ان نادي الزمالك دفع ما يقرب من مليار. الدكتور حسام المندوه ذاته قال معايا ويمكن قال معاك الكلام ده، انه نادي الزمالك دفع ما يقرب من ربع مليار جنيه. فالارقام اللي بتتقال قال سدد مليار جنيه، قال سدد مليار جنيه. الكلام ده على مسؤوليتي غير دقيق بالمره، غير دقيق بالمره. ربع الرقم ده اعتقد اللي دفع من المديونيات اللي كانت على نادي الزمالك. خلينا ندخل في المهم وخلينا ندخل في الاهم، الا هو فريق الكوره. ازاي هتقدر تنافس على بطوله الدوري، بطوله السوبر الافريقي والكونفدراليه اللي الزمالك اخذهم الموسم الماضي؟ يعني مجلس الاداره قال لك خلاص بقى، يعني احنا بنكسب بطولات فهندخل الموسم وعول على البطولتين. لا طبعا، احنا قلنا واتكلمنا انه البطولتين مهم جدا الزمالك يدعم علشان يقدر يكمل ويستمر. تقدر تفوز ببطوله سوبر من مباراه او بطوله كونفدراليه مع مستويات مع احترامي ضعيفه، انما بطوله الدوري في ظل وجود الاهلي اللي بيعزز دايما من قوامه ومن فريقه، سكواد مرعب، بيراميدز اتقل سكواد واقوى سكواد موجود حاليا، انت فين كانت الزمالك؟ لا عارف تجدد للاعيبتك، ولا عارف تتعاقد مع لعيبه، ولا عارف توفر المناخ الجيد، وعاجز عن توفير متطلبات الفريق. والحقيقه شايف برضو امور غريبه جدا، مش عارفين مين اللي بيدير في نادي الزمالك. مين اللي بيدير بقى؟ مع احترامي لا، ممكن نقول اللي بيدير على الورق قدام الناس كابتن حسين لبيب ومجلسه، ولكن على ارض الواقع واحد من الناس اللي ليها دور مهم جدا استاذ عمرو الجنايني. شايفين مدحت العدل، شايفين جمال العدل، شايفين ميدو، ولا استاذ ممدوح عباس، شايفين استاذ ممدوح عباس. طبعا قبل الاسماء دي كلها
كان هو الابرز، مم. وكان بيرجعوا له في كل كبيره وكل صغيره. مم. وكان الاستاذ ممدوح عباس الحقيقه احقاقا للحق يعني في فلوس انفقها كتير جدا في نادي الزمالك الفتره الاخيره. مظبوط. ولكن يا جماعه نادي الزمالك نادي كبير، مم. لابد ان يدار بشكل مؤسسي. صفقة وفشل صفقة عادل بولبينا، شايف ان لجنة الكرة واحمد حسام ميدو في اقل من يومين هيقدروا يجيبوا بديل بنفس الجودة، ولا انت شايف ان خلاص ميركاتو الزمالك الشتوي انتهى بالفشل؟ انا ما اقدرش اقول كده الا مع غلق باب القيد علي، لانه يعني ما زال عندهم الفرصه، طول ما باب القيد مفتوح عندهم الفرصه. ولكن كل ما الوقت بيعدي مش في صالحك. انت عارف كمان يا علي انه الوقت كل ما بيعدي علشان تقدر تتعاقد مع لعيب النادي هيغلي عليك. طبعا. عارف ان انت محتاج، عارف ان انت طبعا. مضغوط. طبعا. وده نفس اللي حصل مع زيزو. لو انت بتجدد لزيزو من سنه فاتت كانت الامور هتكون اسهل. انما كل ما عقده بيقرب ينتهي كل ما الامور بتزداد صعوبه عليك. انا شايف الامر صعب جدا بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك في وضعه الحالي انا شايف انه صعب جدا انه يقدر يفوز ببطوله الدوري السنه دي، وربما يقدر يحافظ على الكونفدراليه لان المستويات بتكون فيها اضعف شويه. اخيرا وضح لجمهور الزمالك الفرق ما بين صحفي وما بين مسؤول. هل انا كعلي خلاف او انت كعلي الطيب لما تطلع تتكلم عن معلومه عندك انت منوط بيك انك انت تروح تخلص الصفقه، ولا انت بتقول المعلومه في نفس الثانيه؟ احنا بنقول كصحفيين كاعلاميين احنا بنقول المعلومه اللي عندنا. انما الصفقه وتخليص الصفقه ده يرجع للمسؤول. المسؤول اللي موجود في النادي هو اللي منوط بيه ان هو يخلص الصفقه، طبعا مش الصحفي ولا المذيع طبعا. بالظبط كده. خليني برضو علي يعني اشكر الناس اللي انا قلت اسمائها، سواء استاذ عمرو الجنايني صديقنا العزيز مجهود محترم، حسام ميدو او دكتور مدحت وكمال، كلهم زملكاويه محبين وعاشقين بيعملوا عليهم. احنا بنشكرهم. ولكن انا بلوم على مجلس الاداره طبعا. لو انت مش قد المسؤوليه او انت يعني قول يا جماعه، اطلع قول يا جماعه والله احنا لقينا الموضوع اكبر ما كنا متوقعين وما كنا صحيح. اعترف يا علي بالخطا علشان تقدر برافو عليك. بدايه الطريق الصحيح الاعتراف بالخطا. برافو عليك. ثم تقدر تصحح الخطا. برافو عليك. الحساب بعد يوم 8 فبراير. السلام عليكم.